جاي عبالكن الكباب المشوي وما إلكن خلق تشعلوا المنقل. قربوا لعندي وشوفوا الحل من مطبخي أنا مطبخ دنيا. خلينا نبلش. أول شي مشان نشوي خضار مع الكباب رح نقطع بندورة وباذنجان وفلفلة خضرا، فيكن حدة فيكن حلوة، وبصل بالطريقة يلي بتحبوها، لأن احنا رح نشويهم بصينية الفرن. هلأ رح نضيف عليهم زيت زيتون. كتير طيبة نكهة زيت الزيتون بالشوي. هلا بالنسبة للبهارات على الخضار هذا الشي بيرجع لكم أكيد، بس أنا حاطة توم باودر، بصل باودر، وملح وفلفل وبابريكا وبهارات دجاج. انتو فيكن تختاروا أي بهارات انتو بتحبوها، بس أكيد الملح والفلفل والبابريكا فينا نعتبرهم أساسيين، والباقي انتو على ذوقكن شو بتحبوا فيكن تحطوا. رح نخلط الخضار مع البهارات والزيت ونفردهم بصينية الفرن وعلى الفرن. هلا أنا رح أحط الخضار قبل الكباب، لأنه الكباب عندي غنم ما حياخد وقت ليستوي، فالخضار بده شوية وقت زيادة، لهيك رح نحط الخضار لياخد نص استوا، بعدين منطلعه ومنحط الكباب فوق. يعني الخضار تقريبا رح تاخد بالفرن معنا شي ربع ساعة، بعدها حنطلعه مشان نعمل الكباب ونحطه فوق. هلا بالنسبة للكباب أنا عندي هون لحم غنم فيه شوية دهنة، رح نحط له بس ملح وفلفل وبهارات لحمة، بهارات مشكلة وفينا نستغني عنها معنا ضرورية، وبقدونس. هلا مثل ما حكينا بعد ما الخضار استوت نص استوى رح نعمل الكباب، نشكل الكباب بإيدنا ونحطه فوق الخضار مشان نرجعها ونشويها بالفرن آخر مرة. وهي شكل الصينية بعد ما شكلنا الكباب وخلصنا. هلا بناخدها على الفرن، بس استوت. طبعا فينا لازم نضل مراقبينها. أنا هون كباب غنم ما أخدت معي وقت كتير، بس الأحسن نضل مراقبينها. هلا هون كرمال ناخد نكهة التدخين يلي نحنا بدنا إياها، رح أجيب قشرة بصلة منحطها بالصينية ومنحط عليها فحمتين ومنطفيهم بأي زيت بدكن إياه، نباتي أو زيت زيتون، ومنسكر الفرن. هلا أنا الفرن عندي محكم الإغلاق، يعني ساعدني ما اضطريت أغطي الصينية، بس ممكن تضطروا إذا الفرن معنا محكم الإغلاق عندكم إنه تغطوا الصينية بصينية تانية. وهون صار طبقنا جاهز، وألف صحة وعافية.